بعد ما استعرضنا معاكم المره اللي فاتت حاله اسنان مسوسه بشكل متقدم، جات لي اسئله كتيره يا دكتور ايه اللي يخلي الاسنان توصل للشكل ده. انا النهارده هستعرض معاكم اهم الاسباب اللي ممكن تسبب التسوس السريع في الاسنان، وليه بيحصل مع بعض الاشخاص حتى اللي بيغسلوا بالفرشه والمعجون. كتير من الناس بيجي لي العياده يقول لي يا دكتور انا منتظم جدا على الفرشه والمعجون، ومع ذلك كل فتره الاقي ضرس جديد مسوس واضطر اروح اعالجه عند طبيب الاسنان. يا ترى بيحصل معايا كده ليه؟ ده بيحصل لاسباب كتيره، انا هحاول اختصرها لك واقول لك اهم الاسباب اللي بتوصلنا للمرحله دي. اول سبب ان في ناس كتيره مش مدركه ان الفرشه مش بتنظف كل سطح الاسنان، بمعنى ان الفرشه بتنظف السطح الخارجي للاسنان وبعد كده السطح الداخلي والسطح اللي فوق، بس مش بناخد بالنا ان في السطحين الجانبيين اللي بيكون بين الاسنان وبعضها، ده بيكون لازم استخدم فيه خيط الاسنان عشان اطلع اي بقايا صغيره ممكن تكون اتحشرت بين الاسنان والفرشه ما قدرتش تنظفها. تاني سبب وهو ازدحام الاسنان او تراكم الاسنان ورا بعضها، وده بيسبب ان الفرشه مش بتقدر تنظف الجزء المتراكم ده او الجزء المزدحم ده، ولا حتى خيط الاسنان بيقدر يشيل كل بقايا الاكل. عشان كده دايما بننصح الناس اللي عندها تزاحم في الاسنان ان هو لازم يروح يعمل تقويم، مش لمجرد ان هو يحسن شكل اسنانه بس، وانما برضه هيحمي اسنانه من اي تسوس ممكن يحصل. ثالث سبب وهو جفاف الفم، وده بيحصل كتير عند مرضى السكر او عند بعض الاشخاص اللي بيتناولوا بعض الادويه لبعض الامراض المزمنه، او حتى الشخص اللي بيتنفس من الفم زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. الاشخاص دول بيحصل عندهم قله في اللعاب بصوره كبيره، وزي ما احنا عارفين دور اللعاب المهم في ان هو يغسل الاسنان وكذلك ان هو يعادل حامضيه الفم، فزي ما احنا عارفين ان حامضيه الفم بتسبب التسوس السريع. اما السبب الرابع وهو ضعف طبقه المينا، وده بيحصل بسبب ان في فتره الطفوله بعض الاطفال بيكون عندهم كميه الكالسيوم او المعادن اللي اترسبت في طبقه المينا اثناء تكون الاسنان قليله، وبالتالي طبقه المينا هتكون ضعيفه لمقاومه اي تسوس ممكن يحصل، فتلاقي عنده التسوس سريع جدا. السبب اللي بعد كده وهو الروتين اليومي لبعض الاشخاص، لان في ناس كتيره بتكون بتتناول الصودا والمشروبات الغازيه على مدار اليوم بشكل يومي، او بيتناول السناكس على مدار اليوم زي الشيبسي او غيره، ودي للاسف بتخلي بعض بقايا الاكل تلزق على سطح الاسنان، وعلى ما تيجي فرصه ان هو يغسل اسنانه اخر اليوم بتكون بقايا الاكل اللي لزقت على سطح الاسنان دي استمرت على سطح السن فتره طويله، فتلاقي اسنانه عماله تسوس بشكل سريع رغم ان هو بيغسلها كل يوم بس بيغسلها اخر اليوم. اما السبب الاخير زي ما احنا عارفين ان الضروس شكلها بيكون في بعض النتوءات او الشقوق، اما الشقوق دي بتكون عند بعض الاشخاص عميقه بشكل كبير، فبالتالي الفرشه ما تقدرش توصل للاجزاء الصغيره من الاكل المتبقيه في الشقوق دي. عشان كده دايما بننصح ان الاسنان الدايمه اول ما تطلع عند الاطفال ان احنا نروح بيهم لطبيب الاسنان عشان يعمل سيلينج ويسد الشقوق دي ونمنع اي فرصه للتسوس ممكن تحصل عند الطفل. وبكده اكون استعرضت معاك اهم الاسباب اللي بتسبب التسوس السريع وازاي نحمي اسناننا من اي تسوس ممكن يحصل فيها.